هذا يعطينا لا ترونكيليتي كذلك في التعايش مع الايام اللي جايه. فالوقت فاش ذكرت انا هاد الفروق هادو ثلاثه او اللاعبين بالتحديد، فهما اللاعبين اللي جاو جداد. من اللاعبين الاخرين بما فيهم مفيد هو كيشتغل معايا من سنه. كنت كنتمنى حتى هاد اللاعبين يكونوا كنشتغلوا من سنه، كان يكون عندنا واحد لافونتاج كبير بزاف كبير بزاف كبير بزاف. للاسف اللي وقع هو اللي وقع. كنحاولوا كما ذكرت من قبل ان نتعاملوا معاه، لكن انا كنت كنتحدث على اللاعبين اللي جاو جداد بغض النظر على الفروق ديالهم او منين جاو او اي حاجه. كتعرفوني بانني عندي احترام كبير للفروق المغربيه كلها وتقدير كبير للفروق المغربيه كلها، وما عنديش ما كنفرقش بين فريق وفريق، وما داخلش وما يمكنليش ندخل في واحد الدوامه اللي ما عنديش علاقه بها او دائره اللي ما عنديش علاقه بها، تفضيل فريق على فريق او هذا. يعني كل مدرب راه عنده الطابع ديالو، كل مدرب معروف عند الراي العام بالاسم ديالو والتعامل ديالو. كنظن هذه الناس اللي كيعرفوني راه كيعرفوا طريقه التعامل ديالي والعقليه ديالي وحتى لي برانسيب ديالي. نظن انا نوهت باللاعبين في واحد الوقت اللي كان خصني نوه بهم، لان بكل صراحه استنجدنا بهم وكانوا في الموعد رغم الظروف رغم الصعوبات اللي ماشي من السهل انهم يوجدوا راسهم في واحد الوقت وجيز ويقارعوا لاعبين اللي جاهزين بدنيا اللي كذلك كيلعبوا في فروق كبيره. كنساو هذا المعطى هذا، كيلعبوا في فروق كبيره في البلده ديالهم، كيشاركوا في الشامبيونز ليغ، كيشاركوا في كاس الكونفدراليه الافريقيه في فروق كبيره ومحترمه، وقارعوهم رغم قله الوقت للتجهيز وبينوا على واحد الحنكه كبيره. فلهذا كان من الواجب عليا من بعد الانتصار انني نشكرهم، ما عندها علاقه حتى بشي شيء اخر. وكاين كل احترام وتقدير لجميع الفروق وجميع اللاعبين، كيف ما كنشكر اللاعبين اللي معايا من قبل كنشكرهم كذلك على النضوج ديالهم، على التعامل ديالهم وعلى لي كاليتي ديالهم.